جبريل عليه السلام كم عنده من جناح؟ 600 جناح. الدنيا هذه، الأرض هذه ما تشيله. إذا أراد جبريل أن يظهر على هيئته الأرض كلها بسيطة ما تشيله، صغيرة، يشيلها كلها، كل الكرة الأرضية يحطها جبريل على جناح واحد من أجنحته. ولذلك لما أراد أن يتمثل للنبي على صورته لم يجد أفقا يحويه غير الأفق الأعلى، والأفق الأعلى هو الأفق الذي يلي السماء وهو أوسع الآفاق. رآه وين؟ بالأفق الأعلى. متى؟ في بداية الوحي بعد الانقطاع، بعد ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انقطع الوحي لمدة 6 شهور ما ينزل فيه جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم حسب أنه المسألة مسألة فيها جن، فيها شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى الوقت، ها؟ بس كمل لكم القصة هذه. فصعد الجبل يريد أن يرمي نفسه من أعلى الجبل، فلما صعد الجبل وأراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل ناداه جبريل من الأفق الأعلى وقد تمثل بصورته. 600 جناح نشرها في الأفق الأعلى حتى غطت الشمس. الأفق الأعلى هو الأفق الشرقي من الدنيا جهة مطلع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى وقت طلوع الشمس، يعني بعد الفجر وقبل شوي. فلما وصلوا ومع بداية طلوع الشمس إذا بالكون من الجهة ذيك قد غابت عنه الشمس، لكن أشرق فيه نور جبريل عليه السلام، يعني جبريل خلق من إيش؟ من نور. وإذا به قد ملأ الآفاق الشرقية، ملأ الأفق الأعلى الشرقي. ونادى محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم طالع من الكعبة من البيت متوجه جهة غار ثور حيث جبريل نزل عليه في البداية. فلما صعد الجبل واستوى على قمته ناداه جبريل من الأفق الأعلى: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فارتعد وخاف ونزل، تكاد رجلاه لا تحملانه، يرتعد حتى وصل إلى بيته. وقال لخديجة: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فدنا جبريل وتدلى حتى وصل للباب. وعندئذ حصل منه ما حصل، وأوحى إلى عبده ما أوحى.